اليمن يستعد لمواجهة العراق في خليج 25. يختتم منتخب اليمن مساء غد الخميس مشاركته في منافسات خليج 25 بمواجهة المنتخب العراقي صاحب الأرض والجمهور، بتطلعات تجاوزت الأداء المشرف إلى طموح التعادل أو تحقيق الإنجاز في عاشر حضور خليجي له. وخسر اليمن في الجولتين الأولى والثانية من البطولة أمام السعودية 2-0 وعمان 3-2 بعد أن قدم مستوى طبيا، وخسر التعادل بضياع ركلة الجزاء من أقدام محمد الداحي. ويطمح لاعبو اليمن بمعنوياتهم العالية عقب التحفيز من اتحاد الكرة ووزير الشباب والرياضة ودعم الجمهور اليمني إلى تحقيق فوز يسعد جماهير الكرة اليمنية ويحدهم الأمل بتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من ثقتهم بأنفسهم بعد المستوى الجيد الذي ظهروا به رغم افتقارهم إلى المباريات التجريبية الدولية قبل هذه البطولة. وأجرى المنتخب حصته التدريبية الأخيرة ظهر الأربعاء في مدينة البصرة بحماس كبير وتركيز شديد، مع توجيهات وتعليمات المدير الفني ميرسولاف سكوب الذي يعلم أن المواجهة ستكون صعبة أمام الفريق الأكثر قوة واستقرار وترشيح للقب وهو صاحب الأرض والجمهور، والذي سيكون مدعوما في الملعب بأكثر من 65 ألف مشجع يهتفون باسمه: العراق العراق العراق. ووضع سكوب اللمسات الأخيرة لهذه المواجهة بعد أن خرج منتخبه رسميا من حسابات التأهل إلى الدور الثاني، حيث يسعى إلى تسجيل فوز أول للكرة اليمنية في هذه البطولة. أتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، قناة تحليلاتكم كل شيء جديد لحظة بلحظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.